نهر النيل أطول أنهار العالم، 6670 كيلومتر، يمتد جنوبا حتى شمالا، من المنبع حتى المصب. اسمه بالهيروغليفي إتروعا، يعني النهر العظيم. وعلى فكرة الكلمة دي حرفت في اللهجة المصرية عندنا من إتروعا لترعا اللي احنا بنستخدمها حاليا. أهم أنهار العالم على الإطلاق، حضارة مصرية قديمة وجدت في مصر. الجميل إن نهر النيل قبل ما يوصل مصر عدى على 10 دول، ولم يخلف حضارة في أحد هذه الدول إلا في مصر. كان له إله عظيم جدا يسمى الإله حعبي. الإله ده شكله غريب جدا، شكله أنثوي وشكله ذكري. هو خد لقب بالهيروغليفي إيرسو، يعني كان بيخلق من نفسه بنفسه، عنده تو جنسية، التو سكس، الجنسين الذكري والأنثوي، إن هو يقدر يخلق من نفسه بنفسه كنوع من أنواع التجديد. شوف المصري القديم وهو بيكتب لنا على المقابر بتاعته، سواء في وادي الملوك أو في الأشراف أو في غيره، وبيتفاخر وبيقول أنا لو ألوث ماء النيل. شوف قد إيه العبق، شوف قد إيه الأهمية بتاعت نهر النيل. نهر النيل كان على أساسه بنى المصري القديم معابده على ضفاف نهر النيل. عمل مقياس النيل جوه المعبد عشان يعرف الضرايب. مستوى الميه كان المفروض يوصل 16 دراع مصري، الدراع المصري تقريبا 52 سم. اعلى من كده يبقى في انتاج وفير، يبقى في حصاد، يبقى في ضرايب اعلى. اقل من كده يبقى الضرايب اقل. انخفض مستوى النيل يبقى في نوع من انواع المجاعه. شوف العدل كان بيعمل ايه، يفتح المخازن الغلال وياكل البشر. نهر النيل، النهر الخالد، النهر العظيم. طب احنا لما بنقول احنا بنسميه بالهيروغليفي تروعا، يعني النهر العظيم. طب ليه احنا بنسميه نيل؟ كلمة النيل دي جت من المصطلح اليوناني نيلوس. في الفترة اليونانية سموه نيلوس. نيلوس نسبة إلى نبات النيلة اللي كان منتشر على ضفاف نهر النيل. شافوا النبات ده وقالوا نيلوس، ومن النيلوس دي أصبح بالنيل، وبالإيطالي أصبح بالنايل، أصبح بالنيل. لكن المقصود كان بنهر النيل إنه هو بيمتد من أسوان للقاهرة. لكن شوف قوة وحضارة المصري القديم، أصبح الاسم ده مسمى يطلق على نهر النيل بالكامل لل 6670 كيلو، من أثيوبيا جنوبا حتى مصر شمالا. هو ده النيل، هو ده النيل اللي خلف حضارة مهمة جدا 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 في مصر بفضل المصريين. مع احترامي للمقولة الشهيرة لهيرودوت المؤرخ والرحالة الإغريقي اللي قال إن مصر هبة النيل، أنا معترض على الكلمة دي. مصر هبة المصريين، لأنه لو هبة الحضارة دي، لو مصر هبة النيل بس، كان خلف حضارة في أي بلد تانية. لكن الحضارة اللي موجودة هنا موجودة في مصر بس، يبقى مصر هبة المصريين. ساعد النيل، ساعد على الاستقرار، ساعد على تجمع السكن الهائل على ضفاف نهر النيل. في كل معلومة هنقولها لازم نذكر نهر النيل. لو اتكلمنا على مصر واتكلمنا على الحضارة المصرية القديمة واتكلمنا على التاريخ المصري، هنقول ان النيل بيقسم مصر الى ضفتين، البر الشرقي والبر الغربي، الضفة الشرقية والضفة الغربية. اربطها تاني برضه بشروق الشمس وغروب الشمس.
شاف ان المصري القديم الشمس بتطلع من المشرق تغرب في الغرب، اعتقد وآمن تماما ان البر الشرقي هو عالم الاحياء حيث تشرق الشمس، فبنى المعابد في البر الشرقي. حيث تغرب الشمس بنى المقابر، حفر مقابره، وبنى ما يسمى بالمعابد الجنائزيه او معابد تخليد الذكرى او معابد ملايين السنين. النيل كان مهم جدا للمعابد. لو احنا نركز قوي كده ونشوف ما يسمى بالسد اللي قدام معابد الكرنك. المصري القديم عرف ان في فيضان، عرف ان النيل بيبقى فيه نوع من انواع الفيضان في الفتره بتاعت شهر 7 شهر 8 شهر 9 شهر 10 الميه بترتفع. عمل سدود لحمايه المعابد، وفي نفس الوقت كان بيعرف كويس جدا ان المستوى لما بيعلى شويه بيخش على المعبد بيعمل ووش اب، بيعمل غسيل للمعبد والميه بتنحصر وبترجع تاني. يبقى برضو كان مهم جدا ان النيل يحصل فيه فيضان. طب الفيضان جه ازاي في فكر واعتقاد المصري القديم؟ قال انه، والاسطوره الشهيره اللي الكل عارفها، اسطوره ايزيس واوزوريس في البرديه المشهوره جدا، انه ايزيس بعد مقتل زوجها واخوها اوزوريس دموع ايزيس كانت بتنهمر، فدموع ايزيس هي اللي كانت بتسبب الفيضان ده في اعتقاد المصري القديم. يبقى الفيضان ارتبط بقى هنا باسطوره بكاء او دموع الالهه ايزيس على زوجها اوزوريس. لما نيجي نقول ان في اعياد جميله جدا ومهمه جدا عند المصري القديم قديما واستمرت لفتره قريبه، وعيد وفاء النيل. عيد وفاء النيل ده عيد مهم جدا، بس انا عايز استغل الفرصه دي وهتكلم على قصه تبدو كما لو كانت لذيذه في اسمها ولكن خاطئه، اللي هي كلمه عروس النيل، اللي هو يرمي عروسه للنيل اللي هي شابه بكر انه يرميها عشان النيل يفيض. القصه دي تفكرنا بالفتح الاسلامي لمصر. سيدنا عمرو بن العاص لما جه هنا وفي فتره بدايه الفيضانات وقالوا له أقباط مصر أو الفترة اللي كانوا موجودين فيها قبيل الفتح الإسلامي، قالوا له على فكرة عشان النيل يفيض لازم بنرمي عروسة. طبعا استغرب سيدنا عمرو بن العاص، فبعت برسالة إلى سيدنا عمر بن الخطاب بيقول له إن المصريين هنا بيقولوا إن لازم نرمي عروسة ولازم تكون بكر عشان خاطر النيل يفيض والكلام ده كله. بعت رسالة ردا قائلا فيها يا سيدنا عمر بن الخطاب قايل بسم الله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر المبارك. ما خاطبش حد غير نيل مصر، إلى نيل مصر المبارك. إذا كنت تجري بفضلك فتوقف، وإذا كنت تجري بفضل الله فاجري. الإله أمون رع رب الآلهة لما كان بيخاطب المصريين وبيقول لهم ايه، اللي هو المصطلح اللي احنا بنستخدمه دلوقتي اللي هي كلمة اللي بيشرب من ماء النيل، اللي بيشرب من ماء النيل ويرجع، لا ده الإله أمون رع هو قال الكلمة دي، اللي بيشرب من ماء النيل لازم يكون مصري. قالها على لسان كهنته، يبقى قال على لسان الكهنة بتوعه اللي بيشرب من ماء النيل لازم يكون مصري. ودي كلمة في منتهى الأهمية، لازم نحسها شوية ونعرف قد إيه المصطلحات اللي هي بتستمر معانا في الوقت الحالي ده ليها داتا وليها مرجع مصري قديم. نهر النيل ده شريان الحياة. شريان الحياة عايز أقول لجميع الدول الموجودة جنوبا، أنا هتكلم على مصر. شريان حياة لمصر وشريان حياة للمصريين.
إذا ما كانش فيه وجود للنيل فلا وجود للمصريين. النيل هو هبة الحياة لمصر، رسالة لكل المصريين، اهتموا بالنيل. زي ما قال المصري القديم بكل تفاخر وهو في طريقه للعالم الآخر: أنا لم ألوث ماء النيل، لم ألوث ماء النيل. وكان بيقولها بكل تفاخر ورافع راسه وهمته كده في حاجة إن أنا عايز أقول إن أنا مهم جدا بالنسبة لي ماء النيل، أنا لم ألوثه. يبقى دلوقتي الرسالة المهمة جدا، أرجو إن احنا نحافظ على قطرة الماء، نحافظ على شريان الحياة، نحافظ على كياننا وكيان المصريين. هو ده معنى